كيفكم طيبين؟ ان شاء الله تبقوا رايقين. زوزو النهارده وعدتني انها تعمل لي اكله جديده، فعشان كده احنا واقفين في المطبخ. أي. ايه يا ترى يا زوزو؟ لا دي مفاجأة. انا قررت ان انا هعمل لاحمد اكلة جديدة اول مرة يجربها، بس مش هقول عليها لغاية ما تطلع وتدوقها على الفطار. طب ليه ما تقوليش عليها؟ ما تقولي لي علشان ابقى جاهز. عادي هيئ عشان نفسي. السسبنس، عشان ما تجوعش، عشان لو قلت لك هتجوع من دلوقتي. هو بصوا يا جماعه، هو دلوقتي فاضل حوالي ساعه على المغرب، فاحنا مستنيين دلوقتي الاستاذه زوزو نشوف هتعمل لنا ايه على الفطار. ايوه بس حاجه انا بحبها. انت مالك؟ انا مش عارفة. اتأخرتي ليه طيب؟ لا بص، مش عارفة انت هتحبها ولا لا، هنجرب. جديده يعني. جديدة. دي حاجه اول مره تعمليها. ايوه طب والله دي حاجه كويسه يعني. أيوة. انا طلبت اصلا منها حاجات كتير قوي وهي ما بتعملش يعني، او هي بتعمل بس ايه على حسب المزاج. مزاجي ايه. ماشي خلاص اوكي. يلا خلينا بينا نشوف كده هتعمل ايه. بس طبعا قبل ما نبدا متنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، وصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واشتراك في القناه عشان عايزين نوصل كام؟ 10,000 مشترك قبل العيد ان شاء الله. ان شاء الله. فعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديده، عشان احنا بننزل في رمضان يوم ويوم. ماشي تمام. تمام. دي اصلا قلشت مننا بس قشطه. مش مهم، بس احنا هنلحق اهو. هنلحق عدى يوم واحد بس. اوكي ماشي. فدلوقتي عايزاني طيب اساعدك في حاجه في المطبخ؟ لا تفضل بجد. برا. خلاص تمام. طبعا كل اللي اتقال اللي فات ده اي كلام. انا بعمل كده بس عشان انا هعمل فيه مقلب النهارده. قررت ان انا هعمل مقلب خلاص تمام. فكنت ليه عشان ندخل في المود وان انا هصور ومش عارف ايه وكده، فعملت الحدوته دي عليه. ولكن انا النهارده هعمل له اندومي. اصلا اللي بيتابعنا عارف ان احمد ما بيحبش الاندومي خالص خالص خالص. انا جربت معاه كذا مره ومفيش فايده خالص. فالنهارده انا هعمل فيه المقلب وهعمل له اندومي على الفطار. ولكن انا عندي اكل اصلا، يعني في اكل عشان حرام هو صايم، ما ينفعش ان ياكل الاندومي وما يبقاش فيه اكل اصلا حلو على الفطار. فانا هعمله بس ايه الشغلانه دي. المشكله بقى دلوقتي ان انا عشان اسبق الحوار دخلت المطبخ ساعه بدري، ساعه قبل الفطار. انا مفيش حاجه اصلا هعملها، هي الاندو بتخلص في 5 دقايق. فهقعد ايه بقى اتجول شويه في المطبخ كده لغايه ما يجي قبل الفطار بشويه واعمل الاندومي. يلا بينا. نقعد بقى نسلي نفسنا كده، صب العصير ونحضر الترابيزه عشان نحسسه ان في اكل يعني. ايه، احط العصير هنا في دي. ده عصير تمر على كركديه من اسوان طبعا يعني. فكرة انا مأمنة نفسي ازاي، ان احنا كان بقالنا يومين بنتعزم عند اهلنا. طبعا انتوا عارفين واحنا ماشيين لازم ناخد اكل لتاني يوم، فبقى عندنا ممبار وعندنا كمان محشي. فالحمد لله احنا عندنا ايه اكل يكفينا لنص رمضان. نعمل ايه تاني؟ ممكن مثلا نجيب السلطة كده والمخلل بقى ونعمل اطباق. طبعا انتوا عارفين الاندومي ما ينفعش تتاكل غير بايه؟ بالسلطة والمخلل، يعني عشان نحسسه ان هي اكلة بجد وحقيقي يعني. والله انا الصراحة مش عارفة هيبقى رد فعل احمد ايه. يعني الصراحة انا عمري ما عملت فيه مقلب. هو اللي عمل مرة فيا مقلب بس انا مش نسيها له. بس انا قلبي اسود اصلا، المقلب ده كان بقاله كتير بس انا قلبي اسود ولسه قاعدة فاكراها له وهردها له النهاردة. اخترت الصراحة ان انا اردها في رمضان عشان الواحد هيمسك نفسه، يعني مش هيبقى فيه شيطان بقى بيقعد يوسوس له في دماغه وبتاع يلا بقى قوم اخبطها باي حاجه وبتاع. لا كده حلو يعني. ففي رمضان رد فعله ان شاء الله يبقى على هاديه زبادي. والان مع طريقه تحضير الاندومي. ورقه وقلم واكتبي معايا ست الكل. ميه مغليه وهنحط فيها الاندومي، سهل الموضوع جدا. دي اللي هي الاندومي الجديده اللي هي الكلابز نودلز. بيبقى بقى معاها ان هي المفروض يعني سبايسي زي الكوري وكده، بس ده اي كلام طبعا. معاها بقى كذا توابل وكده. فكره ان انا مش هحط التوابل دي في لما الاندومي تتعمل. ليه؟ عشان لو حطيتها هي مش احمد بس اللي هيعرف ان احنا عاملين اندومي، هو جيراننا ريحتها قويه جدا. فانا مش هحطها يعني، انا هخلي الاندومي بس كده. كده كده اصلا احمد مش هياكلها فقشطه. دلوقتي بقى نحطها في الطبق وخلاص. اصلا المغرب فاضل له حوالي 10 دقايق كده. نبدأ نحضر السفرة. بس طبعا
انا حطاها يعني هي قليله، انا حطاها في طبق كبير عشان وهي كانها بقى الاكله الكبيره يعني فاهم. بس هغطيها عشان متبانش. غطيها كده. تعالى نحضر السفره ونروح لاحمد بقى، يلا بينا. اروح اشوف احمد بقى بيعمل ايه وندخله في المود بقى. جاهز؟ ايه يا باشا، خلصتي اكل ولا لسه؟ خلصت خلاص. طيب علشان بس ايه انا قاعد مستني وعلى اخري والله العظيم. حاجه حلوه جدا هتعجبك. ايه الاخبار الاكل؟ هتعجبك. حاجه جديده انا اول مره اكلها ولا اكلتها قبل كده؟ انا بحبها. حاجه بوم طخ. رد على السؤال، جديده ولا اكلتها قبل كده؟ لا لا لا، ما اكلتهاش قبل كده. بجد؟ ما انا ما اعرفش اكلتها ولا لا. يعني بس بس هتطلع انا حلوه يعني انا ما عملتها لكش على اكل قبل كده. طب اخمن. ماشي يلا. ممكن ايه؟ محشي؟ لا لسه واكلين. ممبار. انت عمرك ما عملت ممبار؟ ما انا ما عملتوش بس لسه واكلينه. اللي عارف لو ما كناش اكلنا كنت عملته عادي. انت بتقولي حاجه انت ما عملتهاش قبل كده. كله عملتيه. مكرونه بشاميل انا بحبها بس عملتيها برضه. ممكن ايه تاني؟ كبسه؟ لا خلاص انت لا مش لا عارف. انا كده غلب. لا مش عارف. خلاص يلا. هم اكيد شافوا الاكل قبل ما انا اشوفها صح؟ ايوه وهينزلوا تحت بيقولوا لي تسلم ايدك يا زوزو. يا للدرجه دي؟ اه. تمام. لا خلاص خلينا بقى نشوف. ماشي بس لو عجبتك هتخرجني يا باشا اللي انت عايزه. اوكي اتفقنا خلاص، وعد اهو قدام الناس. بس الخروج على حسب تقييم الاكله. يعني الاكله هديها كام من 10؟ هتبقى الخروج على اساسها. هتبقى 100 من 10. اسمع للدرجه دي؟ حلو. يا خلاص هو المغرب قرب. يأذن. خلاص نصلي ناكل على طول. اوكي اتفقنا. اوكي يلا بينا. نرجع لكم بقى واحمد بيدوق الاكل. هحط لنفسي انا كمان طبق شبه اللي انا حاطه له بس ده فاضي يعني عشان ما يشكش في حاجه. هو خلاص اصلا المغرب اذن وهو بيصلي وهنيجي ناكل وربنا يستر بقى ما يحصلش حاجه عشان انا خايفه جدا. ربنا يستر ان شاء الله. تقبل الله منا ومنك ان شاء الله. ان شاء الله. يلا. ايه الدنيا في ايه؟ بغطيها بس عشان ما يبردش. بغطيها عشان ما تبردش؟ هو فين الاكل؟ انا حاسس انها ما هي الاكله هنا. بذمتك؟ يلا دي حاجه صغيره شكلها. لا هي اكله في طبق واحد عشان مواعين. عشان مواعين؟ للدرجه ده؟ انا السلطه والمخللات انا حاسس ان هي اكتر من الاكل. وشوف كم طبق اغسل يعني. طب يلا عشان انا متشوق. يلا عايز اشوف. يلا بسم الله. بسم الله. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ اندومي. بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ والله لا بجد والله. انت عارفه ان انا اصلا ماليش في الاندومي. ما هقول لك ولا باكله اصلا. والله بص هفهمك ماشي ان احنا ده طعم جديد قلنا نجربه. طعم جديد وبتاع ايه؟ والله ولو حلو هنعمل عليه ريفيو. هنجيب كل الاطعم بقى ونعمل. يا ستي انا ما باكلش اندومي ما انت عارفه. يا احمد جرب. ايه اللي لو جربت يعني انا كده هيعجبني؟ طب انت بتعلي صوتك ليه؟ مش بعلي صوتي بس هي حاجه مستفزه يعني. يا احمد عشان تصوير. تصوير ايه وزفت ايه بقى؟ مش واكل. يعني هتفضل كده قاعد مش هتفطر؟ بس بقى بطلي تصوير بقى والكلام الفاضي ده عشان بصي انا الموضوع كده بوخ على الاخر. خدي المايك امسكي. يا احمد طب ايه هتعمل ايه؟ هتفطر ايه؟ هتفضل كده؟ قولي لي انت هفطر ايه؟ معلش يعني اصل ايه الاندومي اللي انت عاملاها على الاكل دي؟ ولا من امتى باكلها؟ وحتى لو باكلها هتنفع اصلا على الفطار؟ طب خلاص انزل اشوف بقيه رحمن ولا اروح اكل عندهم. خلاص انا بعمل مقلب والله. في اكل والله. في اكل في محشي من امبارح. فاكر امبارح؟ مقلب ايه يا زوزو؟ احنا من امتى اصلا بنعمل الكلام ده؟ يا احمد ما انت عملت مره فيها مقلب وبردهولك خلاص. استغفر الله العظيم. عامله اكل ايه بقى؟ محشي من امبارح. محشي من امبارح. واحنا ماشيين اخدنا طبق انت ناسي؟
تمام ماشي. ماشي. وش وردت فيه الابتسامة أول ما شاف طبق المحشي. ايوه هو ده كده الاكل، لكن اللي انت كنت عاملاه من شويه ده ما كانش اكل يعني، معلش. يعني نعمه ربنا وكل حاجه، بس لا. لا كلها نعمة ربنا الحمد لله. والله الاندومي حلوة، اديها فرصة بس وانت هتحب. لا مش اديها فرص خلاص. بصي ده محشي، ده الاكل بجد. طب ما تستناني لما اسخن طبق انا كمان. ربنا معاك، انت اللي عامله المقلب. اشربي بقى. كل اللي اتقال اشاعات، انا واحمد عيد اخوات. خلاص اتصالحنا الحمد لله، وبعد الاكل خلاص الدنيا كلها رجعت تمام زي ما كانت. عادي، رجع في طبيعته هدي الحمد لله. عشان اللي كان بيحصل ده مش طبيعي. ايوه ست اتعصبت كده اللي هو. ايوه ما انا لقيت اندومي على الفطار، فدي حاجه مش طبيعيه يعني. الحمد لله خلاص. خلصت. ايوه كل مقلب بقى وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. ماشي. ولو وصلت لحد هنا احنا عايزين نقول لكم اجابه السؤال اللي فات ونقول لكم السؤال الجديد. ايوه دلوقتي هيظهر لكم اسماء الناس اللي كسبت معانا في السؤال اللي فات. ناس كتير جاوبت السؤال اللي فات. ما شاء الله عليكم، انتوا بقيتوا شطار. الاجابه اللي فاتت كانت عباره عن النقط. كلكم ما شاء الله كتير قوي منكم جاوبها صح. دلوقتي هنقول لكم السؤال بتاع الحلقه الجديده. سؤال النهارده عايز تشغيل دماغ شويه. اسم ولد مكون من 4 حروف، لو شلنا الحرف الاخير هيبقى اسم فرد من العائله. ركزوا قوي في السؤال عشان اجابته هي سهله على فكره. ايوه لو عرفتوا الاجابات اكتبوها لنا تحت في الكومنتات. ولحد هنا يبقى الفيديو بتاعنا خلص. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك عليه وتشتركوا في القناه عشان عايزين نوصل 10,000 مشترك قبل العيد. وشير الفيديو ده بقى مع كل اصحابكم. يلا نشوفكم في فيديو جديد. عديلة سحرك اندومي بقى. بس ما تجيبيليش سيرتها تاني. انا خلاص بجد.